استعراض عسكري للقوة من قبل الجزائر حمال رسائل للداخل والخارج. أنا برأيي أرادت الجزائر أو الحكومة الجزائرية أرادت ذلك، لكن أنا برأيي هو يعني ما راح أكون قاسي على الحكومة الجزائرية، هو استعراض أو هو متحف الهواء الطلق، لأنه الأسلحة اللي عم بتحدثوا عنها هي أسلحة متطورة الآن أثبتت عدم فعاليتها على الأرض في الحروب القائمة، إن كانت بين إسرائيل وإن كانت بين لبنان وغيرها، هي حرب سيارات، فهذه الأسلحة القديمة منذ العام 1970 وما قبله، حتى لو تم تحديثها لم تعد تنفع، فهذا الاستعراض برأيي هو أضر بصورة الجزائر، أضر بالصورة أن هناك من يفكر بطريقة قديمة جدا، يعني عمرها شي 50 سنة 30 سنة لا تصلح مع الوقت الحالي. لا تتفق مع ما ذهب إليه. يعني كل ذلك مقارنة. إذا قارنا هذا السلاح بما يجري في أوكرانيا أو في إسرائيل فهو سلاح ضعيف، وربما في الدول السبع المحيطة بالجزائر ليس عندها سلاح أقوى وأعتى من هذا السلاح، ربما المغرب عنده سلاح يوازي هذا السلاح، ومن مصادر غربية ربما تكون أكثر أداء أفضل أداء من السلاح الروسي.